أعداء الإنسان. أنت عارف أعدائك؟ طبعا عارف أعدائي. فلان اللي بيحقد عليا، وفلانة اللي بتحسدني، وفلان اللي عينه في حياتي. ناس بيتمنوا زوال نعمتي، أو إنهم يحسدوني أو يكرهوني أو يحقدوا عليا. أنت فاكر إن دول أعدائك؟ لا. في الحلقة النهاردة هعرفك مين هم أعدائك الحقيقيين، ومع فريدة ربنا يهدي سرك. أعداء الإنسان. أنت عارف عدوك؟ طبعا عارف. ابن عمي الواد التنح ده اللي داخل جوه حياتي وناقرني بعينه. زميلتي في الشغل اللي بتحقد عليا. حتى الواد علي بتاع الكانتين بيكرهني كده، واد سوداوي من جوه. أنت متأكد إن هم دول أعدائك؟ أحب أقول لك وأقول لك أحب أقول لك إنك أنت فاهم غلط. أعداء الإنسان مش ناس حوالينا، مش ناس عارفينهم أو حتى مش عارفينهم. أعداء الإنسان هنشوفهم سوا. أول حاجة الشيطان. أنا لا شيخة ولا بتاعت سنة ولا فقه ولا دين. إحنا بنتكلم في حياتنا وبنوضح سوا أمورنا عشان نفتح بيها عينينا وعقولنا. ربنا بيقول إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا واحذروه. ممكن الآية ما تبقاش صح، بس أنا بتكلم في المعنى. ناس تقولي طب ما احنا عارفين إن الشيطان عدو. في ناس بيتخذوه خليلا صاحب. طب ايه الفرق بين الشيطان وربنا؟ ربنا بيبقى رايد لك الخير بأي شكل وبأي وضع وفي كل وقت. حتى لو حاجة حصلت انت افتكرتها ان هي شر، بس في اصل الاصل هتلاقيها خير. ربنا بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اصلا انا خطيبي سابني او اتطلقت، ده شر؟ ده خير؟ ده شر طبعا. ومين قالك ان ربنا ما كانش رايد لك تستمر في علاقة تقهرك اكتر، تذلك اكتر، تتعب نفسيتك اكتر واكتر؟ ربنا وقف العلاقة دي في الوقت ده بالذات علشان تستعيدي ثقتك بنفسك ويرزقك باللي احسن منه ويستهلك. طب انا ما بخلفش، ده خير؟ سيدنا الخضر قتل طفل عنده 4 أو 5 سنين. فلما سيدنا موسى قال له انت عملت كده ليه واستنكر الوضع، قال له كان هيكبر وهيرهق ابوه وامه، وابوه وامه دول ناس طيبين بتوع ربنا، مش قد ارهاق الابن ليهم. طبعا ده معنى اللي حصل. يعني ممكن تكوني انت فعلا مش قد تربية الاطفال، ممكن تكون انت وابوه مش هتكملوا مع بعض مثلا. وبعدين في حاجة يا جماعة، احنا ال 24 ايراد بتوعنا متقسمين صح.
في شوية من الناس زيادة عندهم مال وقليل صحة ووسط أولاد، وفي ناس كتير أولاد وقليل مال وكتير صحة. لو حسبتوا هتلاقوا ال 24 إيراد متفقين على كل واحد في البشر، متساويين موجودين. ربنا خالق البشر كلهم سواسية. طب أنا خسرت مشروعي بقى، دينت وخدت قروض وبيعت مراتي ذهبها وعشان ألم فلوس عشان أعمل بيزنس وربنا خسرني، ده خير؟ لا ده شر. ما فكرتش ان انت خسرك دلوقتي كام الف جنيه كده ببساط ومعاك باقي الفلوس، بدل ما كنت تستمر في البيزنس ده وتكسب شوية وتكسب شوية وبعدين تقوم خسران مبلغ كبير. مش يخسرك المبلغ بس، يجيلك بعد الشر جلطة ولا ذبحة ولا شلل أثر الصدمة. ما فكرش ان هو ما فكرتش ان انت هو عارف ان انت لو استمريت في البيزنس ده هتخسر، فهو هيخسرك عشان ترجع تفكر طب انا ادرس مشروع تاني كويس، طب انا لما ادخل تاني ابقى مخطط كويس، ابقى عامل خطط كويس، ابقى سائل اهل الخبرة، اعمل دراسة جدوى، ادرس الموضوع اكتر جدية واكتر دقة. ما فكرناش في كده؟ ربنا في الاول وفي الاخر براحته. يعني زي كده ولله المثل الاعلى، المدير تعالى انت امسك الحسابات وانت امسك مش عارف ايه وانت امسك ايه وانت، هو براحته. هو بينظم الخلق وبينظم الكون وبيعمل اللي هو عايزه، والله في الاخر في اللي فيه مصلحة للبني ادم. طب تعالوا بقى للشيطان، هو بيعمل ايه؟ هو عايز امرك كله شر، عايزك تصاحب الناس غلط، عايز تعمل غلط، عايز تنكد على مراتك، عايزك تسرق، عايزك تفكر تعمل كل اموره اللي بيفكرك بيها وبيوسوس ودانك بيها كلها غلط. هنا الفرق بين الشيطان وربنا، عشان انت ما تقولش ايه ان ربنا ما هو بيبعت لي شر، هو الشيطان بس اللي عايز شر. فانا وضحت لك الفرق في الشر ومكنون الشر اللي ربنا بيحطه قدامك ليه ومكنون الشر اللي ربنا بيحطه دلوقتي قدامك، بس هو في الأصل خير. كان زمان بنقول ربنا ما بيقفلش باب إلا ما بيفتح قدامه 10. الشيطان عايز شر وراه شر وراه شر، سلسلة من الهموم والنكد والأذى والخسارة والقهرة وإحساسك بالظلم وإحساسك إن أنت مقهور، قاعد طول الوقت في قهر وظلم وحالة نفسية وحشة. الشيطان مبسوط يصور لك مراتك منكدة عليك، ما تروح تصاحب واحدة تانية، ما تروح تعرف واحدة تانية، ما تروح تتجوز واحدة تانية كده وعيش وانتعش وتدلع يا عم، ما حدش واخد منها حاجة. يقول لك مراتك ما بتخلفش او جوزك ما بيخلفش، طب ما تتطلقي منه وروحي شوفي لك واحد تاني اتجوزيه وخلفي، او روح شوف لك واحدة تانية اتجوز وخلف. البيزنس بتاعك او شغلك خسر، شفت بقى اديك فاشل وملكش نجاح ومش هتقدر تقوم تاني ولا يبقى معاك فلوس، ويعيشك طول الوقت وانت زعلان ومتضايق ومتحسر على خيبتك وحاسس من جواك ان انت مش هتأملك قومة تاني. خطيبك سابك، جوزك سابك، يبقى انت وحشة، انت ما تتعشريش اصلا، انت في حد هيبص في وشك تاني؟ اذا كان جوزك ابو عيالك سابك وما طاقكيش، اذا كان خطيبك اللي انت كنت معتقده ان هو بيحبك طلع ما بيحبكيش، كل ده وسوسه في ودانك، علشان خاطر زي ما انا قلت ان الشيطان هو العدو الاول للانسان. هو مزاجه يشوفك في القهر ده، هو مزاجه يشوفك في الحاله النفسيه الوحشه دي، هو مزاجه انك تبقى قاعد مش مبسوط، ودي رسالته في الحياه. تاني أعدائك هي النفس. النفس أمارة بالسوء. إيه ده؟ هو أنا ممكن أكون عدو نفسي؟ تخيل أكبر دليل وأكبر مثال للموضوع ده كلنا عارفينه، إن إحنا عارفين إن في رمضان الشياطين بتتغلغل، شياطين بتتحبس،
وسبحان الله بتجيلنا افكار في رمضان تودي في داهيه. كل حاجة وحشة ممكن الإنسان يتخيلها ممكن في رمضان يفكر فيها ويضع لها الخطط، وتبقى يعني لدرجة إن أنا ساعات بحس إن الشيطان بعد العيد لما بيتفك حبسته بيجيب أجندة ويكتب اللي احنا كنا بنفكر فيه ده، عشان ممكن يعوزه بعد كده يوسوس بيه الإنسان. أفكار بتجيلنا بتبهر الشيطان نفسه. طب هي النفس بتساعد الشيطان إزاي؟ الشيطان بيقول لك اتخانق مع مراتك. طب الشيطان بيوسوس. طب النفس بتساعد الشيطان ازاي؟ الشيطان ممكن يقول لك اتخانق مع مراتك النهارده، بس هو ما بيديلكش التفاصيل كامله. هو بيملى دماغك ان انت لازم تتخانق مع مراتك. هو مش فاضيلك بقى يقعد يرسم لك الخطه. الخطه بقى بترسم وبتتنفذ عن طريق ايه بقى؟ نفسك. انا هقوم اقول لها اعملي فنجان قهوه، وبعدين هقول لها ان القهوه ما طلعتش مظبوطه او صيصه او ملهاش وش، وهقوم وارمي الفنجان في وشها واتخانق معاها. بس انا لما هرمي الفنجان في وشها هي هتتعصب فهتتخانق معايا، فهي هتشتم وانا هشتم واضربها واوديها بيت اهلها، وبعد ما تروح بيت اهلها اروح اجيب اصحابي يجي يسهروا معايا، او اروح اسافر يومين السخنه. او كل دي خطوات بتتم النفس اللي بتحطها، لان الشيطان زي ما قلت لك بيوسوس لك على رؤوس الموضوع، مش هيساعدك في كل الخطوات دي. انت ما شاء الله جاهز للخطوات دي بنفسك. عشان كده دايما يا جماعه بنقول، وربنا بيقول ان اعظم الجهاد جهاد النفس. جهاد النفس. تالت عدو لينا هو الهوى. الهوى ده تبع الهوى هوايه؟ لا، الهوى هو المزاج. الهوى هو اللي بيقول لك ايه، انا مزاجي اروح ومزاجي ما اروحش، مزاجي اعمل لا مزاجي ما اعملش. هو ده المزاج. الهوى يعتبر ابن النفس. الهوى يعتبر ابن النفس. النفس هي الروح، هي كيان الشخص كله. انما الهوى هو ما يصدر عن النفس. زي ما انا لسه قايله كده، اصل انا ماليش مزاج اعمل بيزنس، انا معايا فلوس وعندي عقليه وعايز ان انا احسن مستواي المادي ليا لعيالي وليا. انا ماليش مزاج اكمل في العلاقه دي. طب مالكش مزاج ليه يا عم؟ هي البنت مش حلوه؟ لا حلوه. طيب هي البنت مش بتسمع كلامك وانت بتحبها؟ بس انا حاسس كده ان انا ماليش مزاج. انا ماليش مزاج اعمل بيزنس مع اني عيالي محتاجه، وانا عندي عقليه وعندي خطوات وعندي دراسه جدوى ان انا اشتغل وابقى كويس، بس انا حاسس ان انا ماليش مزاج للفرهده دي. طيب ما تقوم تصلي كده، ولا ما تيجي نزور مريض، ولا في واحد محتاج مساعده ما تيجي نروح له. ماليش مزاج. هو ده الهوى. كام حاجة كانت ممكن تغير حياتك وانت ما عملتهاش عشان خاطر مزاجك مش جايبك. كام حاجة او في اوقات كتير قوي كان ممكن تبقى احسن وافضل ونفسيتك احسن بكتير من اللي موجودة دلوقتي، بس انت ما عملتش كده عشان مزاجك مش جايبك. وكام حاجة عملتها غلط اذتك واذت اللي حواليك عشان خاطر بس مزاجك كان جايبك. يبقى الشيطان وسوس، والنفس خططت، والهوى نفذ. رابع حاجة من أعدائك الدنيا. أنا من وجهة نظري إن الدنيا كعدوة، وجهة نظر متواضعة، أكبر من الشيطان والنفس والهوى.
لان الشيطان والنفس والهوى ممكن توقفهم عند حدهم في وقت من الاوقات، انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انك توقف نفسك عن فعل الغلط، انك تحارب مزاجك وتقوم تعمل الخير. ده كله بايدك ممكن تعمله. لكن الدنيا لها عقل منفصل، ليها دماغها اللي مسيراك بيها. الدنيا بره ارادتنا، هي بتفكر بعقلها وتنفذ بعقلها وتعاقب بعقلها، ولو عايزه تديك هتديك، بس هتاخد منك. هي كدابه وخداعه ووهامه، توهمك ان المال هو اهم حاجه ليك في الدنيا ديت، لازم تسعى لطلب المال وبس. وممكن لما تديك المال تاخد منك الصحه، وبعدين ترجع تقولك لا ده اهم حاجه الصحه عشان نقدر نمشي ونسعى، تقوم صارف المال على الصحه. وممكن تديك الاتنين، المال والصحه، وتاخد منك اعز حد. هدايا بطلي. وممكن تديك الاتنين، المال والصحه، وتاخد منك حد عزيز عليك وتعيشك في وقت قهر وحزن وتعب وحاله نفسيه مش حلوه. الدنيا لو زي احنا ما كنا بنقول زمان، لو اديتنا باليمين لازم تاخد بالشمال. عامله كده زي صاحب الندل اللي لما يديلك حاجه لازم ياخد المقابل. انا هروح معاك النهارده اسكندريه صد رد، بس انت بكره هتروح معايا اسوان. انا النهارده هسلفك 100 جنيه، بس لما احتاج 2000 جنيه هتديهم لي. نفس القصه، تدي باليمين وتاخد بالشمال. هي خداعه لا تصفو لاحد. طب افرض بقى صفت لك الدنيا وعندك مال وعندك ولاد وعندك صحة وعندك حالة نفسية، مبسوط طول الوقت وفرحان والدنيا جميلة معاك. لازم تعرف 100% لو كل الحاجات دي موجودة وكويسة بالطريقة اللي أنا بحكي لك عليها، تبقى علاقتك مع ربنا مش حلوة. أصلك أنت مش هتبقى مبسوط بحياتك ورايح وجاي وفي سهر وعربيات، وتيجي تقول لي أصلك أنا بصلي الصلوات في مواعيدها، اصل انا في وسط الكركبه دي كلها في واحد غلبان هروح اديله 200 جنيه. لا يمكن. ولو عندك مثال يبقى قولهولي. هنا هتوصل لدرجه الغرور، ان مفيش حاجه انت عايزها ما بتحصلش، بتتمناها ما بتجيبهاش، بتحلم بيها وما بتعملهاش. بتوصل لدرجه الغرور ان انا بقيت ملك، اللي انا عايزه هعمله واللي انا عايزه هجيبه. وهنا ياتي امر الله. انت بقى فاكر نفسك بقى ان انت الدنيا غراك، وان انت بقيت واد جامد وبتعمل اللي انت عايزه، واللي بتحلم بيه بتجيبه، واللي بتتمناه بتعمله. تعالى لي انا ربنا، تعالى لي انا ربنا، هعرفك بالطريقه الصعبه ان انا موجود. وغرتك الاماني في الدنيا، صحة ومال وفلوس وذهب وياقوت وعيال وزوجة ودنيا، ونسيتني. كل اللي انت بنيته ده ومغرور بيه وحاسس ان ملكش كسرة، كسرتك عندي. ليه هكسرك؟ هكسرك عشان بكرهك؟ نفس اللي قلناه في اول الحلقة. ما انت لما تكسرني وتاخد مني فلوسي تبقى شر، لما تكسرني وتاخد مني عيلي بعد الشر يبقى شر، لو تكسرني يبقى شر. لا، هو كسرك عشان ترجع تقول يا رب. فلما ترجع تقول يا رب هيقول لك انا موجود وجنبك، تصلي وتصوم وترجع له، لان هو مش عايز لك الدنيا، هو عايز لك الجنة. هو كسرك عشان ترجع لإيمانك، عشان ترجع لربنا، علشان هو مش عايز لك الدنيا. الدنيا دي كام سنة؟ 80 90 سنة 100 سنة هتعيشها، بس في الآخر هو عايز لك الجنة. يبقى ما كانش عايز لك شر،
كان عايز لك خير. في لسه اعداء لينا؟ طبعا، بس هنقولها الحلقة الجاية، وانتظرونا مع اعدائنا الحقيقيين اللي احنا ممكن نكون عارفينهم وناسيين او متناسيين. عدوك الحقيقي مش البني ادم اللي انت عارف انه بيكرهك. عدوك الحقيقي مش الست اللي بصلك في حياتك وبتحسدك. عدوك الحقيقي مش الراجل اللي بعيد ولا جارك اللي باصص في حياتك ومش عايز لك الخير ومش عايز لك تبقى مبسوط ولا حالتك النفسية كويسة. عدوك الحقيقي بنتكلم فيه سوا. أعدائنا الحقيقيين يا جماعة ممكن ما يبقوش بشر. انت فاكر ان هم ناس بيكرهوك، بيحسدوا عليك، بيحقدوا عليك، عايزين زوال نعمتك، عايزين يبقوا زيك، بس لا، مش ناس. أعدائنا الحقيقيين بنقولهم سوا، وهنكملهم الحلقة الجاية. ومع فريدة، ربنا يهدي سرك.